السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي ومتابعيني عاملين إيه؟ أهلًا بكم في قناتي، اللي لسه ما تابعنيش ولسه ما اشتركش في قناتي لو عجبه الفيديو ينزل يشترك. النهارده بقى بنعمل اللي هو العيش الكايزر أو عيش اللي هو خلية النحل بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل منه برضه حشوة للبرجر، هنحشيه برجر إن شاء الله. هنبدأ بالشكل ده زي ما أنتم شايفينه كده، بيتقسم وبيتحط فيه البرجراية، سهل وبسيط وجميل جدًا وهش وقطني. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول معاكم المقادير. معانا كيس من الدقيق حوالي كيلو، هنبدأ ننخله بالشكل ده في بولة كبيرة عميقة، ومعانا هنا بيضاية وخميرة، طبعًا معايا كده محلب باحطه على الدقيق، ده عشان بيدّيني ريحة المخبوزات اللي بتبقى زي الأفران كده، وذرة ملح طبعًا حاطاها معاه، ومعايا كده كيس من الخميرة الفوري ومع معلقة سكر. هابدأ أنزل عليهم بنُص أو ربع كوباية مَيّة دافية، وهانزل بقى بباقية مكوناتي الجافة على الدقيق، زي إيه، عندِك الخميرة هاسيبها تاخد 10 دقايق إن أنا أعمل لها تيست، ولو كويسة هابدأ إيه، أشتغل بيها. أغطّي عليها كده وهاسيبها 10 دقايق. معايا بيضاية، هافصل البياض عن الصفار، وهاستخدم البياض في العجين بتاعي بيدّي له هشاشة وجمال. أنا مش عايزة أقول لكم على السر ده من سر المعجنات الخفيفة والهشة. وهانزل بالبياض والصفار هاسيبه لدهان الوش. معايا حوالي معلقة من الخل ومعلقتين كبار من الزيت، بدأت نزلت بيهم بالشكل ده، وعندي الخميرة كده خلاص ادّتني التيست الصح، هابدأ أنزل بيها برضه. معايا هنا هابدأ أقلّب المكونات، ومعايا حوالي كوباية من اللبن هابدأ أنزل بيها. معايا بقى كوباية من المَيّة الدافية، أنا مش هانزل بيها كلّها إلّا أمّا أشوف الدقيق بتاعي هيستقبل والّا لأ. هو هياخد تقريبًا يعني الكوباية دي إلّا حبّة صغيّرين، حسب الدقيق بتاعِك. أنتِ بتجهّزي كده كوباية لبن وكوباية مَيّة، يا إمّا كوباية اللبن على حسب ما أنتِ عايزة، على حسب مَيّة برضه، والربع كوباية مَيّة اللي إحنا بنحطها في الخميرة، هي تعتبر كوبايتين كُلّه، بس حسب الدقيق ممكن أزوّد ربع كوباية والّا حاجة. بدأت كده عجنت العجين بتاعي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده لحد ما يبقى ناعم معايا ومالِس بالشكل ده، عشان تطلع العجينة معايا مورقة وطرية وهشة، وأنتم شفتوها بنفسكم شكلها عامل إزاي. أنتِ كل ما سِبتيها حوالي ساعة كاملة في مكان دافي، أنا بابدأ أحطها في الفرن حوالي ساعة. لو الفرن دافي في الشتا بادفّيه، في الصيف باسيبها عادي، ممكن تاخد أقل من ساعة كمان. بدأت كده العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، نزلت بيها على المفرش زي ما أنتم شايفين، هابدأ كده أخلّيها زي نظام رول وأقسّمها بالشكل اللي أنتم هتشوفوه كده. أنا طبعًا سِبتها تخمر حوالي ساعة وغطّيتها وسِبتها في فرن البوتاجاز، بدأت خمرت بعد ساعة بالضبط، ساعة إلّا 5 دقايق بالضبط. نزلت بيها على المفرش وقسّمتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هابدأ كده زي ما أنتم شايفين بالِفّها رول عشان تبقى متساوية في الحجم، وأبدأ بقى أقطّع بالقطّاعة بتاعتي. قطعت كده أنا إيه، لو حاجة طلعت كبيرة معايا شوية باصغّرها وبازوّد الرغيفة. أنا كده بدأت قسّمتها بالشكل اللي أنا عايزة، القيصرية كبيرة تاخد برجراية بالشكل ده، وفي نفس الوقت هي ممكن تعمل معاكِ أكتر لو أنتِ عاملاه قيصر صغير. وهاقول لكم دلوقتي عملت معايا قد إيه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي إعجاب للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة. بدأت كده أحاول أخلّيها كده زي طبقات على بعضها كده، وأبدأ أنزل بيها كده بالشكل ده. أنا دهنة صينية ممكن أحط عليها لحد ما أبطّط بقية عجينتي كلّها، وأبدأ أنزل بصينية مدهونة من الزيت أو السمنة أو أي مادة دهنية عندي، وأبدأ أحط فيها العجن الأقراص اللي أنا عملتها قد البرتقانة دي، قد البرتقانة اللي هي الحجم الصغير مش الكبير، مش الكبير أوي يعني الوسط. بدأت كده عشان إيه، هي بتخمر وبتبقى إيه زيادة، هي قد البرتقانة الصغيرة البلدي، وبعد كده بتكبر شوية بتبقى حلوة. بعد الخمران، لإن أنا باسيبها بعد ما باحطها في الصينية حوالي من ربع ساعة لتِلت ساعة كده، بتبدأ تخمّر معايا، وأبدأ أكون مشغّلة الفرن حوالي ربع ساعة على إيه، أو التِلت ساعة دي على إيه 180 درجة لحد ما يدفى معايا الفرن ويبقى حلو، وبانزل بقى بالصواني بتاعتي أو الصينية بتاعتي باحطها في الفرن. بدأت كده خلّصت كل الكمية بتاعتي، دهناها زيت طبعًا للصينية، أبدأ أنزل بيها في الصينية وأرصهم رصة كويسة بعد ما إيه، وهاسيبهم حوالي تِلت ساعة. بدأت كده أنا طبعًا ممكن أعملهم مش لازقين في بعض ويبقى كايزر عادي جدًا. أنا بدأت كده عشان أورّيكم في نفس الوقت إن أنا إزاي أعمله خلية نحل،
بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. لو أنا حابة ألزقهم في بعض ما عنديش صواني، أو حابة إن أنا أعملهم صينية واحدة بس وأخلص مثلًا ما تاخدش مني مجهود ولا وقت، بتبقى أحسن طبعًا وأفضل، حسب فرنِك، ممكن فرنِك صغير أو البوتاجاز صغير، فتاخد صينية واحدة كبيرة ما شاء الله هيبقوا بالشكل ده. هيبدأوا يملوا على بعض كده لحد ما يخمروا، وهابدأ أدهنهم إيه، بصفار البيضة اللي إحنا سِبناه في أول إيه، العجن. وغير كده لو أنتِ عندِك سمسم، عندِك حبة البركة عايزة ترشّشي عليه هتعمليه، اللي حابب يعني يا جماعة يحب يحط عليه يعمل. بدأت كده خلاص دهنت كل الكمية بتاعتي، عملت كام رغيف كده، حوالي كام، بتاع ممكن تعمليهم 18 ممكن 14 رغيف، كده اتعملت معايا الكمية دي حوالي 14 رغيف بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هش وقطني وطري وحاجة كده بصراحة ما لهاش وصف من جمالها وحلاوتها. بدأت كده أشق الرغيف نُصّين أو أقسمه نُصّين زي ما بيقولوا، وأبدأ كده أنزل بالبرجر بتاعي عاملة صوص جبن معاكم، معايا خيار مخلل، خيارة كده كل شريحة خيار كده في كل ساندوتش، عايزة تحطي فلفل حامي، خاص، أي حاجة عندِك هتحطيها، فلفل أخضر شرايح، البصل طبعًا أنا مكرملاه اللي أنا هاحطه، بصل مكرمل ما باحطوش ني، في مطاعم بتعمله ني وفي مطاعم بتكرمله، أنا عاملاه مكرمل بالشكل اللي أنتم هتشوفوه كده، شايفين شكله، أنا حاطاه في الأول بس أنتم ما شفتوش هاعمله لكم في واحد تاني، شايفين حبايبي شكل الساندوتش؟ والكايزر معاكم، طبعًا مش متساوي الكايزراية، بس أنا عاملاه نظام إن أنتم تنفع تحطوه في أي صينية هيبقى معاكم عادي، وهيبقى إيه الحجم اللي أنتم عايزينه، لإنه هيبدأ ي ي يكبر بنفس الحجم، شايفين حبايبي؟ أبدأ كده أدهن الصوص معايا كاتشب جبنة، صوص جبنة أنا عاملاه على إيدي وهتشوفوه في القناة، والبرجرية والخس، أبدأ كده الخيار المخلل، بدأت حطيت البصلة، شريحة البصل، بدأت نزلت بالفلفل وهكذا والخيار، وأبدأ أقفل بالساندوتش كده بالجزء التاني، شكله كده بالشكل ده، عايزة تعمليه أنتِ على 2 تحطي فيه برجرتين ممكن، عايزة تعمليه على 4 أدوار ممكن تحطي من نُص رغيف تقسمي على 3 أو 4 زي ما أنتِ عايزة، شايفين شكله جميل وحاجة كده إيه بصراحة تغنيكِ عن برّه تمامًا. بُصّي كل ده صوص جبن، صوص كاتشب، حطيت الخس بالشكل ده والبصل أنا مسرّعة الفيديو عشان ما تملّوش منّه، بس باين وواضح أهو أنا باحط إيه، ما تنسوش حبايبي بقى، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية إن شاء الله.